اتنين أخطر مكالمتي تليفون في العالم. أقوى 3 دول في العالم: أمريكا، روسيا، الصين. دول ال3 الكبار اللي بيحكموا عالم اليوم: أمريكا، روسيا، الصين. أكبر قوتين عسكريتين في العالم، القوتين العظميين عسكريا: أمريكا وروسيا. أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، القوتين العظميين الاقتصاديين في العالم: أمريكا والصين. عشان كده أمريكا القوة العظمى الأولى، لأن أمريكا روسيا معاها في القوة العظمى اللي هي بتمتلك السلاح، إنما الصين اللي معاها في القوة العظمى الاقتصادية. إنما ال3 الكبار دول هم اللي بيرسموا كتير جدا من خريطة العالم المعاصر. مكالمتين من الرئيس ترامب، واحدة للرئيس بوتين والتانية لرئيس الصين، ودول أخطر مكالمتين في العالم بين أقوى 3 دول في العالم. احنا عارفين إن الصراع بين ال3 دول قد يقود لا قدر الله إلى حرب عالمية ثالثة. وصول ترامب ألقى بقلق شديد جدا كيف سيتصرف. ترامب موقفه من روسيا إيجابي حتى الآن، قال كلام إيجابي على الرئيس بوتين، قال إن هو قائد أفضل كتير جدا من رئيسنا على أوباما، وكمان بوتين أثنى عليه وقال إنه شخص ذكي وموهوب ويستحق القيادة. التلفزيون الروسي اللي كان بيهاجم بضراوة الولايات المتحدة الأمريكية ويتكلم عن الفساد داخل أمريكا، حاليا بيتكلم على رجل الشعب دونالد ترامب. إذن في غزل متبادل بين الإدارة الجديدة والإدارة الروسية، في كلام إيجابي اتقال من ترامب تجاه بوتين وكلام إيجابي من بوتين تجاه ترامب. إنما في مشاكل أساسية موجودة. هذه المشاكل نتيجة اعتراض أمريكا على السياسة الروسية في أوكرانيا والسياسة الروسية في سوريا، وعلى أنها أعطت اللجوء السياسي لبعض خصوم الولايات المتحدة مثل أسانج. في هذه الحالة في مشاكل حقيقية بين أمريكا وروسيا. إنما الكل لما شاف ترامب وصل للسلطة قال إن واضح هيكون في تطبيع روسي أمريكي. مكالمة التليفون اللي بين بوتين وترامب، ولم يحدد مين اللي كلم مين، إنما اتقال ده بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، ده أدى إلى تهدئة الجبهة الروسية الأمريكية إلى حد كبير. المكالمة الثانية أو التليفون الثاني المهم جدا هو من ترامب إلى الرئيس الصيني أو العكس، المكالمة بين الرئيس الصيني وبين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب. الرئيس ترامب عنده بقى موقف معادي من الصين وسبق بالعداء للصين، وقال إنه حتى موضوع البيئة والمناخ والاحتباس الحراري ده كلام مش دقيق، وإن الصينيين مطلعين الإشاعات دي كلها علشان الشركات الأمريكية تقيد نفسها في الإنتاج وفي العمل نتيجة التزامها بقواعد البيئة، وقال إنه هينسحب من اتفاقيات البيئة كلها نكاية في الصين. إنما الأخطر هو قال إنه هيعاقب الصين وإنه هيفرض جمارك 45% زيادة على الواردات اللي جاية من الصين إلى أمريكا. طبعا ده معناه عقوبة كبرى جدا للصين. الصين طبعا قلقة جدا من ذلك، والصين تسعى إلى التطبيع، لكن كمان الصين عندها أدوات. الصحف الصينية بتتكلم إن الصين ممكن إن هي تمنع بعثات الطلابية إنها تذهب إلى أمريكا. ممكن بدل شركات بوينج ما ياخدوا من شركة بوينج طيارات هياخدوها من إيرباص في أوروبا. فول الصويا ومنتجات كتيرة جدا بياخدوها الصينيين من أمريكا مش هياخدوها من أمريكا. يعني يقدروا يعاقبوا أمريكا بأنهم كمان ما يشتروش الموبايلات، السيارات، يعني كتير منتجات زراعية والصناعية والإلكترونيات كتيرة جدا من أمريكا للصين. الصين لو أوقفت استيراد ذلك وألغت صفقات زي صفقات بوينج وغيرها، ده كمان يضعف الاقتصاد الأمريكي. فالصين بتضغط، لو انتوا تعبتونا هنتعبكم، وضربة بضربة، وده تعبير جلوبال تايمز الصحيفة الصينية الرسمية. إنما المكالمتين دول اللي هم أهم مكالمتين في العالم بين رئيس أمريكا ورئيس الصين وبين رئيس أمريكا ورئيس روسيا ممكن يهدئ الأمور في العالم 2017. لأن بالنسبة للصين في بحر الصين الجنوبي مشكلة كبيرة جدا، وموضوع الجمارك عند ترامب مشكلة كبيرة جدا.
ما يخص أوكرانيا وسوريا وملفات أخرى في مشاكل كتيرة بين القوى الثلاث. هل ترامب ممكن يصل إلى أن الترويكا الكبرى اللي في العالم دي اللي هي أمريكا وروسيا والصين يكون بينها علاقات أفضل من أجل الأمن والسلم الدوليين؟ من الوارد بعد المكالمتين.